من غيري ما رويت غنابه، لو ما هو بلازم الطيب وش بغيبه، والله ما عدا وانا مبارك ولا اشقابه، يحرجني الطيب بلا شك وريبه. يا مرحبا بالسعادة يا هلا يا هلا والله يا هلا يا هلا يا هلا يلا حيهم يلا حيهم. حضر ما يحسب حسابه، يا مرحبا واجمل الترحيب نبدي به، اعداد ما بونها مشرع بابه، يا مرحبا واجمل الترحيب نبدي به، اعداد ما بونها مشرع بابه، خشمان اخويا حسامي يوم ما ريبه، الله يديمه ويرحم راس من جابه، ابو هلا مرحبا والفين ترحيبه، يوميا يكرر الترحيب بسلابه، يوميا يكرر الترحيب بسلابه، في مجلس المن عرف راعيه الفيبه، يكرم طراقيها وابوعه مع اصحابه، الليت نصه يبشر في المطالبه، على المواجيب دايم مبتسم نابه، يا كثر طيبه وكل الناس تدريبه، من بعد الناس ولا مجمل اقرابه، من بعد الناس ولا مجمل اقرابه، ان قلت بالطيب قلت الطيب من طيبه، وان قلت فزعه قول السيف وانصابه، ومقدم القوم لا من حلت مصيبه، سمح المحيا والسعد اللي تعز وابه. مرحبا باللي حضر كل ابوكم ضيف ضيف، ما لقينا من التراحيب غير جدال، مرحبا ترحيب ما هو من الوزن الضعيف، باسم ربعي وابن سمره وكل رجالها، ابن سمره والله انه تقضى العنميك كل ما كبرت علينا برك واشتال، ابن سمره والله انه تقضى العنميك كل ما كبرت علينا برك واشتالها، شيخ بفعله وعلمي ما هو دايم خفيف، امدح رجال مدح الزمن بافعالها، يا ابن سمره كيف ما اضيف في شعري بضيف، ندر غيري من الناس معدن قالها، داخلينك بالمواقف وباليوم الكليف يوم غيرك، كل ما يا ابن سمره ولا فينا ضعيف، والمواقف يا ابن سمره تعرف رجال. كفو صح الله. اللي يحافظ عليها بالشكر وطاعة ولاة الأمر واللحمة الوطنية والحكومة، هذه طال عمرك يجب علينا أن نحافظ عليها لأنها نعمة أعطاناها الله، وما زلنا محافظين إن شاء الله إن شاء الله، والشكر تدوم النعم. الحقيقة حضير يوم يجوك هالوجوه الطيبة. والله انها اكبر حظ يوم الله جمعكم اليوم، يعلم الله هالمحل الله يطول عمرك. احنا يعني جابتنا الصلة وجابت البر بوالدينا برضو الله يجزاكم الله يجزاكم. الحقيقة ان نشكرك على هالاجتماع الطيب. الترحيب والعزيمه فالنا من حين يقابلنا الرجال تستاهلون والله انها اكبر فخر واكبر وسام، والرجال قال لولده ابتني يا ولدي في كل واد الحصن، كنا بنينا عده حصون الحمد لله مقصور معرفه شرى من يوحي تسمعون له، وهذا من طيبكم. يقول الشاعر الاكلبي يقول الطيب ما نستنكره من اهل الطيب، اللي لهم في ذاكر الطيب خبره اوسع على الاجواد من فيض تشعيب، وضيق على الاندال من ثقب الابره، فانتم اهل الطيب يا بني رشيد يا وتعرفنا على رجل واحد والآن نعرف قبيله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. باسم قبائل غامر حاضر وبادي وتهم نتقدم بالشكر الجزيل لله أولا سبحانه، ثم للشيخ بني رشيد الشيخ بني رشيد، ثم لكل من قابلنا واستقبلنا في منطقة حائل. أشكر أخوي خشمان اللي أعتبره صراحة علم من أعلام قبيلة بني رشيد، وأيضا علم من أعلام المجتمع السعودي للأمانة، من الرجال اللي دائما ما تجده في المقدمة في كل كبيرة وصغيرة، فهو رجل كفء حقيقة ان نقول الله يبارك في معزبنا ابو نهار اللي جمعنا خلانا نجمع في هذا المكان المبارك، هذا المكان الطيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الله ونحمده على هذا الأمن والأمان
إنه على كل شيء قدير. ثانيا أشكر أبو نهار الشيخ خاشمان والشاعر الكريم، أسأل الله أنه يوفقه ويوفق بني رشيد، والله إنهم استقبلونا بحسن استقبال وكرم ضيافة، والحمد لله إن تعرفنا على رجال كفو ترفع الراس معرفتهم، والله يسلمهم ويطول عمرهم. هذا اللي نقول. تحياتي وشكري لك أخ أبو نهار، اسمي واسم أبو سيف واسم خالد بن مشرف ولدي، نرفع لك العقاب ونقول بيض الله وجهك على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. الحقيقة أن الحفل لكم والجلسة عندك إنها انطباع ثاني غير كل شيء. الله يبيض وجهك ويطول عمرك ويكثر من أمثالك يا أبو نهار. تحياتي لك.